عمرك سمعت عن سبراي الفلفل؟ طب تخيل كده، الحاجة دي حرارتها ممكن تبقى أقوى من الشطة العادية بحوالي 1000 مرة، بجد مش هزار. وعشان كده بقت الحل السريع لأي حد بيخرج عن السيطرة. واللي هتشوفه في الفيديو ده هيخليك تستوعب قد ايه الموضوع ممكن يتقلب في ثواني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. Yeah. Okay, then you can stop videotaping inside. I think not, man. بصراحة التصوير في الأماكن العامة مش جريمة، لكن طريقة التعامل بتاعتك مع الموضوع هي اللي ممكن توقعك في مشاكل. That's a violent guy. Be careful, guys. Very violent. Very violent. I have it on tape. I'm a clown. Yeah. Fuck you. What's up? What's up then? واضح ان الطريقة دي اسرع طريقة ممكن تخسرك شغلك كسكيورتي. Sit down on your. I can't disclose any information right now, man. I just wanted to give you a heads up. They're gonna come over here and talk to you. Well, I mean, I'm not gonna answer their questions because you just called me a smartass, man. Well, you gave me a smart ass answer, so You asked me if I needed help, and I said I don't need help. yeah. How's that a smartass answer? I don't need help. They usually hire clowns. Oh yeah. Now you're calling me a clown? Yeah, So I'm a clown. yeah. Fuck you. What's up? What's up then? The fuck? You gonna smack me, homie? I taste like JD. Honestly, I I taste like JD. اكتر حد مستفيد من الموضوع ده هم اصحاب المنتج ده، لانه يعتبر اعلان مجاني ليهم بس بطريقة غريبة شوية. I bought this, and I bought this. I bought this too. Stuff, David. Look. Hey! 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 Fucking face for that, victim, aye? Is that what happens, aye? ده اكتر مثال ممكن تشوفه على واحد عنده مشاكل في التحكم في غضبه. Are you being derogatory and demeaning me with inferences? تخيل انه متعصب كده علشان في واحد بيصوره وهو اصلا شغال مصور. You come closer, I will spray the shit out of you. Don't come near me, dude. Don't come near me! Because you've never been by a white bitch. I need you. Before. Not done at all. You're the one that started. بعد اللي حصل له هو مش هيشيل ايده من على عينه غير قبل ساعة. I did not touch you. I'm sorry. كل اللي انت محتاجه علشان تفهم الصورة ان الراجل ده هو مثال حي لأي اب فاشل في التربية. ده احسن وصف للموضوع بطريقة غريبة بس دقيقة جدا، كأنك بترش مبيد حشري على زرع دار. في 2020 كان لبس الكمامة حاجة أساسية. I won't be able to serve you tonight if you don't have a mask on. I'm ADA compliant. I can't wear a mask. Heard that? Okay, you can step out the door, sir. If you fail to exit the store, you are trespassed. Please leave. I need you to go out now. Are you threatening me now? Leave the store. Get out of the store. I need you out. بيتهيالي دلوقتي لو كنت لابس كمامة كان أحسن لك. Out of the store. I need you out. ده تقريبا نفس إحساس الحشرات لما ترش عليها مبيد. Big bag, shut the fuck up and you wouldn't listen. How'd that work out for you?
شكل السبراي ده شغال مع الشياطين كمان. بيقول ان ريحة السبراي ما بتطلعش من العربية حتى لو كانت رانج روفر. بصراحة الشغل في البيع مش سهل خالص، لازم تبقى عارف امتى تجذب الزبون وامتى تطرده. وده بقى درس سريع عن أهمية احترام المساحة الشخصية للناس اللي حواليك. حارس الأمن ده سقاه من نفس الكاس اللي شرب منه. طلباتك أوامر، طلبتها ونلتها. لو أي حد خد الكمية دي في عينه أكيد هيتحول لهالك بالشكل ده. أحيانا لو أنت شغال في الشرطة فأنت محتاج يكون عندك شوية مفاجآت. بيقولوا إن الراجل ده بيتدرب لأولمبيات 2028 في الغطس. لو شايف ان اي موظف في محل لازم يكون عنده وسيلة يدافع بيها عن نفسه يبقى تحط لايك. الرشة دي مش بس سبراي، دي انتقام فوري في نفس اللحظة. ده افضل حل لخناقات الطريق بس بالطريقة الروسية. You're gonna make contact. You want to make contact with me, right? I'm asking you a question. You can take your pictures of our buses. Give me my Look it. Let's touch my I'm gonna you again. في ناس بتقول انه استحمل زي البطل، وناس تانية شايفة انه شكله بقى وحش جدا. واضح كده ان الشرطة هنا بتحب ميسي اكتر من رونالدو. السبراي هنا كان قوي لدرجة انه فقد الوعي حرفيا. الحرامية دول مش عارفين ايه اللي هيجرى لهم دلوقتي. He's ordering me to open up the register. And I couldn't, so I noticed that the guy is a little bit away from me. I grabbed the bear spray. Come after the second guy. They were so confused they couldn't even get the doors open. لو دخلت خناقة مع سبراي فلفل يبقى الشاكوش آخر حاجة تفكر فيها انك تجيبها معاك، مش هينفعك خالص. دول بقى بيسرقوا وردة علشان يقدموك هدية، بس كل الورد ده مش هينفع لو معرفتش تروح الميعاد أصلا. أوه
حوار السبراي بس كفيل انه يغير رأيه في ثانية. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.